أني فد مرة من المرات أصبت بإطلاقة نارية هنا بيدي وتقطعت الأعصاب. هاي بشارة للمرضى اللي عندهم مريض الآن موجودين، اسمعوها. طفي لي الضوء، خلي أحكي هاي وأدخل برحاب الإمام. وصبت بإطلاقة نارية بإيدي اليسار هنا، فتقطعت أعصاب إيدي فانشلت. هاي إيدي مشلولة. رحت للدكتور اسمه عصام الدين صادق بالناصرية، وهو أشهر جراح، طبعا هذا سني من أبناء العامة. قلت له دكتور أنا إيدي كذا. قال يا أخي أعصابك تقطعت، فأنت اشتغل على العلاج الطبيعي، بلكي تبقى مرنة ونسوي لك عملية بعد ما تصفى الأوضاع، نربط لك العصب بعصب، بس تكون تبقى على العلاج الطبيعي، لأن إذا توقفت تتصلب بعد ما نربط لك تنتهي الأعصاب. أبويا الله يحفظه سيد اشتغلت على العلاج الطبيعي كم يوم وبطلت، تعبت والله. قال لي أبوي قال لي سيد إيدك تعيب. ايش قلت له أنا؟ هاي الحكاية الخدام الحسين ملا عقيل والأخوة والباقين أبو حيدر اسمعوها زين. هاي إيدي قلت له يا بابا يا سيد، الإيد اللي تلزم لاقطة الإمام الحسين ما يعوفها الحسين. هاي الحكاية قلت له. أبوي مؤمن جزاه الله خير سكت، قال لي جزاك الله خير أنت والإمام الحسين. مرت أيام اجت زيارة الأربعين، مشيت بس أنا تعبان وإيدي كلش توجعني وإيدي عابت، ورابطها على صدري وهكذا تتلولح إيدي. وصلت منطقة 20 كيلو بعد ما قدرت أمشي، باوعت للحسين قلت له يا حسين أنا جايك بس ما أقدر أكمل، وأنا راح أرجع وأنت تدري شريد الله يشهد. ورجعت للبيت نمت بالليل. هاي القصة إلكم أسولفها من عندي نمت بالليل، قعدت الصبح ايدي كل شي ما بيها، كل شي ما بيها. كل يوم من كنت اتوضى بيدي اليمين، اليسار ما تتوضى. قعدت الصبح اتوضى ما ادري، مو في بالي. صليت الفجر وابوي يمي يصلي وانا اكبر تكبيرة التكبيرات الثلاث، رفعت ايدي اتذكرت قلت والله احرك بايدي واذا بايدي كل شيء ما بيها. باوعت على الوالد قلت له سيد باوع ايدي. ابوي قال يا حسين يا حسين 3 مرات. رحت ثاني يوم الدكتور عصام خذت أشعة وياي ورحت إله، قلت له السلام عليكم دكتور تتذكرني؟ شنو قال لي دكتور عصام؟ هذا سني يا ناس يا عالم، سني. قلت له دكتور هاي ايدي. قال لي رحت للحسين الله يشهد قبل أن يسمع قصتي. قال لي رحت للحسين؟ قلت له إيه. قال أنا شايف عجائب وغرايب.